أيها الإخوة الكرام مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، نحن نتواجد معكم في قلب الحدث في يوم استثنائي، في يوم يتم فيه تكريم حقيقة من سطروا وكتبوا بأحرف من ذهب هنا في المملكة العربية السعودية. في هذه الأثناء يسرنا وسعدنا أن نستضيف سعادة الأستاذ فريد مخلص، كبير مذيعي إذاعة جدة وعضو شرف بنادي الاتحاد. أستاذ فريد، سعداء بانضمامك إلينا. اليوم المملكة تحتفي بواحد من الكتاب من الشعراء الذين قدموا للمملكة العربية السعودية. الله يسلمك، أنا سعيد بهذه المناسبة، وسعادتي لا توصف بمشاركة نادي مكة الأدبي في تكريم يعني شاعر النشيد الوطني الأستاذ إبراهيم خفاجي. علاقتي بالعم إبراهيم خفاجي تمتد لأكثر من نصف قرن يعني، وأنا يمكن طفل في السنة يعني في عمري في الخامسة أو السادسة، وكان العم إبراهيم خفاجي صديق حميم للوالد، يأتي بصحبة العم محمد طرابلسي ونقضي أوقات جميلة في العبدية. العم إبراهيم خفاجي يعني حظي بالعديد من الألقاب، جواهرجي الأغنية السعودية، ملك الأغنية الحجازية، رائد الأغنية المجنحة، صاحب النشيد الوطني وكذا. يعني كل هذه الألقاب يعني لم تغير في بساطة وفي تواضع العم إبراهيم. ما في شك أنه يعني لقب شاعر النشيد الوطني هو الأغلى على نفسي، ويعتز كثيرا بهذا اللقب ويعتبره وسام على صدره يعني، ومن حقه أن يتفاخر بذلك. لكن اللي كثير ما من الناس ما يعرفوا عن إبراهيم انه يعني رجل يعني في منتهى البساطة والتواضع. انا اذكر مرة يعني فكرت ازور العم كامل أزهر. العم كامل أزهر يعني من مؤسسي نادي الوحدة ورمز من رموز الرياضة، وأول رئيس نادي يتسلم الكأس الملك بعد تغلبهم على الاتحاد. داره إلى اليوم عامرة في البيبان قرب نادي وحدة القديم، وكان من ضمن أصدقاء العم كامل العم محمد طرابلسي، وهو أول مدير إدارة رياضية في طبعا كانت ايامها الرياضه تابعه لوزاره الداخليه، عندما كان سمو الامير عبد الله الفيصل وزيرا للداخليه. من ضمن يعني بشكه العم كامل الاستاذ زاهد قدسي الله يرحمه كبير المعلقين العرب، سعيد لبان، يعني العم ابراهيم خفاجي. ففي يوم زرته كنت بسال عم محمد طرابلسي، اقول له فين عم ابراهيم؟ يقول لي والله ابراهيم في الرياض بس ما ادري جاء ولا لا، لانه راح يعني بيكرموه عشان استلام ميداليه الاستحقاق من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه بمناسبة النشيد الوطني. جلسنا نتفرج على المباراة كده وشوية، وإذا بالعم إبراهيم خفاجي يدخل علينا في المقعد. السلام عليكم. عليكم السلام. وإذا عم إبراهيم حاطط على راسه يعني مقوى كده، وحاطط 5 حبات تميس، وفي يده زبدية الفول سمين كده. وقال لهم يعني يا جماعة ترى اللي يلعبوا البلوت العشاء فاصل، إشارة إنه وقفوا اللعب ونكمل نتعشى وبعدين يعني نكمل البلوت. فكان بيمازحوا العم كامل أزهر، يقول له يعني مو معقول إبراهيم خفاجي بشحمه ولحمه، يعني يا أخي كان كلمتنا، كان سوينا لك مندي، سوينا لك أبيض الوجه يعني سليق. قال له والله أنا مشتهي فول وتميس الليلة، لو جبت الفول والتميس معي. قال له طيب أشوف يعني الصبيان جالسين مسلقحين هنا إبراهيم كان أخذتهم، يعني ايش يقولوا الناس اللي يشوفوك دحين شايل فول تميس؟ يقولوا شاعر السلام شايل فول تميس. قال له اسمع يا كامل، قال له انا ابراهيم خفاجي، ان حطيت التميس على راسي ولا شلت زبديه الفول في يدي، انا ابراهيم خفاجي، ان قمت او قعدت. هيا فضوها سيره يا جماعه الخير، هيا العشاء فاصل، الاكل فاصل، يلا حطوا الاكل. هذه بساطه يعني العم ابراهيم، وهذا تواضعه الذي عرفته أنا منذ أكثر من 50 عام. إبراهيم خفاجي لا تغير الألقاب يعني، ولا يتغير بهذه الألقاب يعني، ودائما من أبرز سماته هذا
التواضع الذي نشاهده على محياه. هذا التسامح وهذه المحبة التي ينثرها هنا وهناك. جميل. لذلك يعني كاريزما العم إبراهيم خفاجي يعني نجدها موجودة ومتواجدة في كل أنحاء المملكة إن لم تتعدى حدود الوطن. يعني ألف مبروك لعم إبراهيم، وأنا سعيد جدا أنه نادي مكة الأدبي يحتفي. يعني وتتاح لي أن الفرصة أن أتحدث عن علاقتي مع عم إبراهيم التي هي امتداد لعلاقة والدي رحمة الله عليه لأكثر من 50 سنة. جميل. أستاذ فريد، يعني ونحن في خضم يعني الازدهار الذي تشهده المملكة، حقيقة نشهد كوادر من الشباب السعودي يقدمون في إنشاء أول موقع إلكتروني متخصص في التقديم كثير من التغطيات من ضمن مسمى بالشبكة الإعلامية. كلمات توجهها للشبكة الإعلامية. الحقيقة أنا لأول مرة يعني يمكن هذا قصور مني إني يعني أقرأ هذا الاسم الشبكة الإعلامية، لكن من بعد الآن يعني أنتم تحفزوني إنه أتابع يعني هذه الشبكة. أنا لا أجد إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان. وسعيد بهذا المجهود الوافر من الشباب السعودي لمتابعة كافة الأحداث سواء كانت رياضية أو غير رياضية، وبثها من خلال يعني التقنية الحديثة عبر النت. كل الشكر والتقدير لكم، وأقول الله يعينكم ويعني يكثر خيركم إن شاء الله. أستاذ فريد، أنا شخصيا سعدت كثيرا بهذا اللقاء، وأنت كبير مذيعي إذاعة جدة بهذا اللقاء. شكرا جزيلا لك لإتاحة لنا هذه الفرصة. سلمك، وشكرا لكم أنتم لإتاحة هذه الفرصة. شكرا لك. شكرا أخوان. إذن كان هذا حديث كبير مذيعي أو إذاعة جدة الذي تحدث بدوري في هذا اللقاء. أحبتنا، سنكون ربما برفقة أحد الضيوف ولكن بعد قليل.